سيتم هذا الخميس الكشف عن اللاعب الذي سينال جائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، وإذا كان اسمه رونالدو يتردد بقوة للحفاظ على لقبه فإن القائمين على هذا الاحتفال السنوي تكتموا على مكان إقامته. الأنباء تقول أن برج ايفل قد يكون مكان تسليم الكرة لسعيد الحظ. مراسلنا محمد الوضاحي والتفاصيل. بدأ العد التنازلي واليوم الكبير يقترب بخطى عملاقة. مثل كل سنة سيقام هذا الخميس حفل توزيع الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، وعلى خلاف العادة الزمان معروف والمكان ترك سرا مع وعد أن يكون استثنائيا وعلى قدر الحدث. الهدف من التكتم عن مكان إقامة الحفل هو إضفاء المزيد من الإثارة على هذه الجائزة وهذا الحدث السنوي. أتمنى أن يتحول ذلك إلى تقليد ويصير جزءا من فولكلور الكرة الذهبية، وبالتالي إبقاء المكان سريا حتى آخر لحظة. هذا الخميس إذن سيتم التعرف على اللاعب الذي سينال الكرة الذهبية 62، والمرشح الأبرز طبعا يدعى كريستيانو رونالدو، عراب التتويج الأوروبي في عروس المسابقات القارية للأندية لناديه ريال مدريد. المراقبون يرجحون كفة البرتغال لنيل كرته الخامسة. رونالدو الأقرب لأنه توج بالدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا، وكان أفضل هداف في دوري الأبطال، واليوم هو الأفضل والأكثر فعالية في دوري المجموعات حتى الآن. قائمة ب30 لاعبا تم تحديدها يوم 9 أكتوبر الماضي من طرف المجلة الفرنسية، وتم وضع هذه اللائحة للتصويت من طرف 190 صحفيا. كل واحد منهم سيختار 3 لاعبين مرتبين من 1 إلى 3، حيث ينال صاحب المركز الأول 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطة واحدة. واللاعب الذي سيحصد أغلبية الأصوات سيتم إعلانه فائزا بالجائزة الغالية. كظلام عاصمة النور يحاول القائمون على تنظيم حفل توزيع الكرة الذهبية ترك أمر مكان إقامة الحفل مبهما وسرا حتى ساعة انطلاق الاحتفال، خصوصا وأن التشويق فيما يتعلق باللاعب الذي سينال لقب هذا العام بات ربما أقل مما كان عليه سابقا، وكل الترشيحات تصب في مصلحة البرتغالي رونالدو. محمد الوضاحي، بين سبورتس، باريس. هذا ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أننا سنخصص تغطية خاصة لحفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول اليوم الخميس بداية من الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، فكونوا على الموعد.